مديرك ليه سلطة عليك في الشغل بس ملوش سلطة عليك كإنسان. كلامه الجارح مش تعريف ليك، ده انعكاس لأسلوبه هو. اللي بيهينك بيكشف عن نفسه مش عنك خالص. أسوأ حاجة ممكن تعملها ساعتها إنك ترد وإنت متضايق، ساعتها هو كسب وإنت خسرت هدوءك. الصح اسكت وخد نفس وسجل الموقف ده في دماغك. لو لقيت إهانة أو لوم مش في محله، ردك يبقى هادي وواضح: أنا أحب أتكلم عن الشغل بس من غير أسلوب يقلل مني، أو لو في تقصير خلينا نتناقش بشكل مهني. الكلام ده مش ضعف، دي قوة منك. لو مديرك قالك انت مش هتكمل معايا من غير تحقيق، من غير انذار، من غير سبب واضح، اعرف ان ده مش عدل وان ده مش نهاية حياتك. وده برضو مش دليل انك فاشل. احيانا الطرد بيكون انقاذ مش عقاب. مفيش شغل يستاهل كرامتك ولا مرتب يستاهل صحتك النفسية. لو المكان بيهدد او بيهين او بيقلل منك يبقى ده مش مكانك، حتى لو قعدت فيه سنين. افتكر دايما المدير ممكن يطردك من الشغل بس ما يقدرش يطردك من قيمتك ولا من مستقبلك ولا من احترامك لنفسك. واوعى تنسى اللي واقف على كرامته عمره ما يقع. ربنا يستر علينا وعليكم. السلام عليكم.